مساء الخير. معكم ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة. أرى في المملكة العربية السعودية وجوه حالية تغيب عن المشهد العام، ووجوه جديدة تظهر في الصورة في 2024 وبأمر ملكي. ستشهد البحرين تغيرات جذرية، وما أراه يجعلني أشعر بالقلق، وسمو أمير دولة البحرين سيشكل الحدث. سنشهد انسحاب مفاجئ وغير متوقع للبوارج والسفن الأمريكية من عرض البحر الأحمر. الحرب الأمريكية اليمنية سوف تتصدر عناوين الأخبار وبشكل متسارع، وما أراه يحصل في هذه الحرب ما هو إلا البداية أمام المفاجآت والتطورات العسكرية القادمة على هذه الحرب. سماحة السيد مقتدى الصدر أراه في دائرة الخطر، ويرجى منه الحيطة والحذر، وأرى انقلاب دموي في العراق يؤدي إلى ولادة حكومة جديدة، وعندي خوف كبير من حصول عمليات اغتيال تطال عدة شخصيات وتصفيات جسدية من الصفوف الأولى. وبعد كل هذه الصعوبات والخطر سنرى انتخاب رئيس جديد وولادة حكومة عراقية جديدة خلال المرحلة القادمة. مجموعات إرهابية تهز كيان دولة عربية. شاهد أخطر ما توقعه ميشيل حايك الليلة على قناة الأبيض. أهلا بحضراتكم معانا وحلقة جديدة من حلقات توقعات ميشيل حايك، نصراداموس العرب وأخطر ما توقعه للدول العربية. بفكرك سريعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات. أما لو أنت جديد معانا فياريت دلوقتي تشرفنا بالاشتراك في القناة، ومتنساش تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. بيتوقع ميشيل حايك إن فيصل المقداد حيكون في خطر، وحيكون في علامة فارقة بتطبع المسؤولية اللي اتحطت على كتافه فجأة، وحنشوف سوريا بتتوصف وكأنها أرض مقدسة. مش بسهولة حيقدر يعرف الناس حقيقة اللي حيحصل بين مجموعة مقربة من الرئيس الأسد، وحتكون خطوة جريئة بتتزامن مع ضجيج إعلامي لفك لغز أحد السجون السرية وإطلاق حقيقة ذات صلة بأسماء مغيبة. حشود وتجمعات في السويداء وضبابية المشهد بتمنعني أعرف إذا كان في فرح أو حزن أو استنكار. انتفاضة انتقامية بعد صمت طويل للسلاح السوري الإيراني لردع الغارات الإسرائيلية، وانبهار مؤقت بمشهد غريب في صدناي. عودة الهبة السورية لسوريا، وكمان هيتم رفع الحصانة وتطبيق قرار الاغتيال على بعض الرؤوس المحرمة. أسماء الأسد هتكون أمام معادلة جديدة، وهتتصدر واجهة تحركات كبار الممولين السوريين وأيضا أصحاب ورؤوس الأموال. سوريا الخير راجعة ولو بخطوات خجولة، وهيكون في عفو رئاسي غريب بعض الشيء. الغاية منه هو إعطاء فرص وتسهيلات لعودة رؤوس الأموال وأصحابها لبلدهم في سوريا. انتخابات رئاسية بيزا منها مشاكل، بعضها مفتعل وبعضها حقيقي، وأكيد في علامات استفهام حول ميعادها. أكتر من سيناريو، فجأة أعداء الأمس هيكونوا أصدقاء لسوريا، وبشار الأسد بيدخل من مغامرة لمغامرة ومن دون أي حذر. بيتفاجئ الرئيس بشار الأسد بسوريين وغير سوريين بيحلوا مشكلة كبيرة. الأمير الشاعر عبد الرحمن ابن مساعد هيكون في مهب مواجهات وسلسلة من الأحداث والطوارئ، ومش هيكون مستعد ليها. فعل وردة فعل بعيدة عن هيبة وهيئة كبار علماء المسلمين إلى الواجهة. غياب وجوه قريبة من الأمير محمد بن سلمان ومش بإرادته. على ولي العهد إنه يواجه ويقاوم زلزال إعلامي عالمي ممنهج لتطويقه. هتسرق مياه زمزم الأضواء بحدث استثنائي، وهيكون في طوارئ بهيئة البيعة السعودية، وحدث ضخم سابق لأوانه بيتردد صداه داخل أرجاء المملكة العربية السعودية ودول الجوار. السعودية على امتدادها هتحبس أنفاسها، وبلحظة فيها استعراض عشان تشوف اللي بيحصل حواليها. والمرة دي بعد آلاف السنين هتكون كليوباترا الحقيقية هي اللغز الكبير اللي هيرافق مسلسل الهزات الأرضية في مصر. من قلب معركة شد الحبال بين الدول العربية هترجع مصر تتصدر المشهد، وكفة وزنها هتكون راجحة حتى في ميزان الغرب، وهتكون أرجح الدول العربية. هنشوف الرئيس السيسي بيحاول إن هو يكون سد منيع لمواجهة الأخطار المتربصة بيه، وانشغال جمهور عمرو دياب بالأزمة الطارئة المرسومة بفولكو، استخدام أسلوب جديد ومدبر ومبرمج مدعوم من بعض الدول للتظاهر الهادف لفتح ثغرة في جدار السلطة. بيتأهب الأمن الإماراتي مرتين، الأولى لكشف مخطط
تمرين مسارح العمليات، وهنشوف وزيرة الثقافة الإماراتية نورة بنت محمد في أكتر من محطة مشرقة ومحاولات للنيل من وجه تألقها. مسلسل الانفتاح والسلام اللي افتتحه الشيخ محمد بن زايد هيكون في لقاء مع بابا روما وشيخ الأزهر، وبيتبعه توقيع معاهدة التطبيع مع إسرائيل. ولن يعترض بن زايد رغم حجم الخطر عليه وعلى عائلته قبل تحقيق هدفه بجمع العالم في مقدمتها إيران فوق تراب الإمارات وإلغاء المسافات بين تناقضاتها الدينية والمدنية. رسائل أمنية من كام سطر موجهة بدبلوماسية للجاليات اليهودية في الإمارات، والعكس صحيح. مش هيقف طموح الشيخ محمد بن راشد الفضائي عند حدود مسبار الأمل. أنا شايف بصراحة إن رؤية بن راشد المستقبلية هي بمطرح جعل الإمارات مركز للعلوم والأبحاث الفضائية. مش واضح عندي إذا كان إشاعة أو حقيقة إنه هيكون في خبر بيخلي جمهور المطرب حسين الجسمي في جدال وهيتبلبل. هيكون في خبر هينتشر في كل الإمارات وهيجعل في حيطة وحذر في عالم الطيران الإماراتي. كمان هنشوف شاعرة إماراتية بتاخد شعلة الشعر العربي من إيدين الشعراء الرجال وبتحملها للعالمية. أكتر من قانون هيصنفوا الإمارات من بين البلدان الأكثر تمدناً وانفتاحاً في العالم. الكويت هتحطم رؤوس وهيتأثر مجلس الأمة الكويتي، والرئيس بعاصفة بتهب منه وعليه. كمان هيكون في أمر محزن بيخيم فوق الكويت، والأمر الثالث تسريب معلومات صدمة بتتمحور حول تغييرات جذرية في هوية الكويت، وهيكون في محاكمات قاسية وأحكام لا ترحم. طابور خامس بيتسلل وبيشق طريقه لأركان الحكم، وكمان هيضطر أمير الكويت بيحمل أعباء اليوم وبكرة اللي هتظهر إشارات على صحته. بصورة مفاجئة بتظهر مجموعة إرهابية بتحاول تهز جانب من الأمن الكويتي الداخلي، وبيحمل أمير الكويت بجدارة مشعل السلام، وبيدفع بشراسة إيجابية عن المصالحات العربية، وبانتظار الكويت وأميره جوائز ضخمة. من تحت التراب يظهر اسم الشاعر محمود درويش في فلسطين، وحدث من الأحداث المرتبطة بكنيسة القيامة وشعلة النور. مروان البرغوثي من داخل السجون الإسرائيلية إلى العلن، وعارضة الأزياء الفلسطينية بلا حديد بتعرض نفسها، والمسجد الأقصى محور الاهتمام وأرض الأحداث ومصنع الأخبار ومصدرها. كمان هيركب إسماعيل هنية أكتر من موجة خطيرة وبيتشقلب في أدوار مش كلها مضمونة. كمان محمد دحلان رجل الفجأة والمفاجآت لدرجة إنه هيفاجئ الجميع وحتى الإعلام. متابعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخطر ما توقعه ميشيل حايك للدول العربية. بشكركم جدا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء غدا وتوقعات جديدة. دمتم بكل الخير والحب والسعادة.